هل ده بيكون لانه اسهل؟ هل القرار ده بيكون انانيه ولا جهل؟ وفي ساعات امهات بتكون مضطره. طيب في حاجات لابد غصب عننا مش هنقدر ان احنا نتدخل، غصب عنها فعلا، زي مثلا انها تكون مريضه مرض عضال، زي مثلا انها تكون بتاخد انواع معينه من الادويه التي لا يمكن ايقافها لانها تؤثر عليها بالسلب جدا. وهذه الانواع من الادويه ممنوع انها تتاخد مع الطفل. احنا بنقسمها على حسب السلامه بتاعت هذه الادويه بتعدي في اللبن ولا لا، وتاثيرها على الطفل ايه. بتتقسم لجريدز A وبي وسي ودي. فايه ده خلاص سليم تمام ما فيش مشكله خالص، حتى لو هي بتاخد هذا الدواء لغايه دي بقى ده ممنوع تماما تماما تماما، لانه له اثار سيئه جدا جدا على هذا الطفل، وكمان في الحمل. فالحل الامثل ان هي لبن صناعي ساعتها مضطريه غصب عنها. طب افرض بقى الام مش مضطره؟ لا غلط غلط، انت يعني بتحرمي ابنك من على فكره اللبن مثلا الرضاعه الطبيعيه لقوا انها بتقلل بنسبه كبيره من التهابات الاذن الوسطى مقارنه بالالبان الصناعيه. دكتور يعني معنى كده ان الرضاعه الطبيعيه بتحمي الطفل من امراض خطيره طول حياته؟